عمرك فكرت في وجود بعض الأحكام الدينية اللي ساعات بتكون صعبة ومش مفهومة؟ ليه في ناس بتعترض على أحكام ربنا رغم إنها جت من عند حكيم عليم؟ قبل ما نتكلم في الموضوع ده لازم نصح الأول مفهوم العلاقة بيننا وبين ربنا، لأن هي مش علاقة عادية زي مثلا علاقة موظف بمديره، لا هي علاقة عبد بربه. لازم تفهم إنك عبد لربنا، لأن في ناس والعياذ بالله بيتعاملوا مع مدراءهم أو أي حد في مكانة أعلى منهم بطريقة محترمة أكتر من طريقة تعاملهم مع ربنا، وبيتناقشوا في أحكام ربنا اللي مفيش خلاف فيها عند العلماء بطريقة عبثية، أكنهم بيقولوا هناكل إيه النهارده أو اللون ده احلى ولا اللون ده احلى، وبعد كده بيتجرأوا ويتكلموا بجهل منهم على احكام ربنا ان هي مش ماشيه مع العصر بتاعنا ولازم نعمل لها تجديد، وان في احكام منها ظلمه وقاسيه ومش عارفين ايه الحكمه منها، زي قطع ايد السارق او رجم الزاني المحصن او حتى تعدد الزوجات وغيرها كتير من الاحكام اللي مفيش خلاف عليها، لكنهم بيكونوا عايزين يعدلوها علشان تمشي على هواهم بس لانهم جهلوا الحكمه منها، وده بيكون مفهوم العبوديه متشوه عندهم. فالله عز وجل اللي خلقك بالاكل والشرب والفلوس وبيحفظك دايما ومعجلش بعقابك رغم ان انت بتعمل ذنوب ليل نهار، وبمجرد ما تستغفر بيغفر لك رغم انه في غنى عنك وبيستجيب دعائك وهو مش محتاجك، بالعكس انت اللي محتاجه. فمهما يعمل فيك انت مالكش الحق ان انت تعترض على اوامره، وكل اللي بيفرضوا عليك من احكام هي بتكون عشان مصلحتك. ولو اجتمعت عقول البشر كلهم عشان يطلعوا حكم واحد بس افضل من حكم ربنا مش هيحصل ابدا، لان هو اللي خلقك وعارف ايه اللي يضرك واللي ينفعك اكتر من نفسك. فازاي بعد كل ده تلاقي حد بيعارض حكم ربنا بحجه ان هو مش عارف الحكمه وعايز يغير الحكم ده بما يناسب هواه؟ وده ترد عليه برد بسيط جدا: انت مؤمن بوجود ربنا ولا لا؟ لان لو اجابتك فانت بتعترف بكماله التام ونقائه من اي عيب او نقص سواء في افعاله او صفاته، ولو اجابته لا فعلى اي اساس بيعترض على حكم رب هو اصلا مش معترف ان هو موجود. ومن رحمه ربنا اللي ما خلاش كل احكامه مش واضحه، بالعكس كتير منها معروف، زي مثلا ان للذكر مثل حظ الانثيين، وده ببساطه لان الذكر في الاسلام مكلف على كل من يعوله سواء كانوا نساء او اطفال، انما لو المراه من اثرياء العالم فهي ملهاش ان هي ولا تصرف على بيتها ولا على جوزها، بالعكس جوزها هو اللي المفروض يصرف عليها حتى لو هي اغنى منه. وبالنسبه لتعدد الزوجات فمعروف ان اغلب اللي بيتقتلوا في الحروب او حوادث الشغل هم الرجاله، وفي معظم بلاد العالم نسبه الاناث اعلى من نسبه الذكور. عشان كده لو ربنا ما كانش مشرع تعدد الزوجات كان هيفضل الاف الستات من غير زواج، وكان هينتشر الزنا في كل حته وهتزيد نسبه العنوسه والارامل والمطلقات. فانت كمسلم عندك عقل هتسلم لحكم ربنا حتى لو انت مش عارف الحكمه، لان الاصل في احكام الله عز وجل هي الحكمه واللي معرفنا كتير منها، واللي اخفاها عز وجل واجب التسليم بيها واحنا على يقين بان هي الافضل لينا. طب السؤال هنا: ليه مش بنفهم الحكمه من بعض التشريعات؟ عشان ربنا بيختبر ايماننا، هل هنقبل الحكم ولا هنرفضه؟ فطبيعه العقل البشري ان هو محدود الفهم في بعض الامور، زي ما العين محدوده في رؤيتها، يعني مثلا مش هتقدر تشوف الاشعه تحت الحمراء او الفوق البنفسجيه، لكن ده مش معناه ابدا ان هي مش موجوده. نفس الفكره بتنطبق على ادراكنا للاحداث، في حاجات حوالينا ما بنقدرش نفهمها بالكامل لان هي خارج نطاق قدرتنا. لازم دايما نفتكر ان احنا عبيد عند ربنا، هو اللي من حقه يسالنا ويحاكمنا مش العكس، وده لكمال حكمته ورحمته وعدله. فمن خلال اخفاء الحكم من بعض الاحكام بتختلف الصفوف، مين اللي امن بالحكيم اللطيف العدل ومين اللي ما كانش له نصيب من الاسماء دي غير انه يرددها. فاحنا كعباد مطلوب مننا اننا نسلم امرنا كله لله ونرضى بشريعته ودينه سواء عجبتنا او لا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.